فعلى هذا المبدأ رح نبلش بعملنا بمجريات الندوة الحوارية. بالبداية رفاق نرحب بجميع ضيوفنا رفاقنا ثورتنا. فعلى هذا الأساس نحن حبينا نقوم بندوتنا الحوارية. بداية قبل ما نبلش هيك ندوة حوارية بحد ذاته هاليوم هذا له معنى كبير. شباب مكونات من كافة المناطق من شمال شرق سوريا ومن مناطق الداخل السوري أو بعض رفاقنا اللي راح يشاركوا معنا شباب المتواجدين شباب سوريين متواجدين في الخارج عن طريق الزوم. طبعا هذا ذو معنى كبير ب 15 آذار ذكرى السنوية الثانية عشر للثورة السورية ثورة الشعب السوري ذو معنى كبير. بالبداية يعني كل الثورات اللي صارت بالعالم ثورات التحررية الشعبية ثورات التي قادت الشعوب نحو تحقيق مسيرها بالاستقلال بالحرية بالعدالة بالمساواة بكافة بلدان العالم قادتها الشباب وكان للشباب دور أساسي دور رئيسي بهذه الثورات. كما في ثورتنا في سوريا 15 آذار التي انطلقت من درعا كان للشباب دور كبير في قيادة هذه الثورة، ولكن نتيجة التدخلات الخارجية نتيجة تسيس هذه الانتفاضات وهذه الانطلاقة للثورة خرجت الثورة عن مسارها الأساسي. طبعا ضمن هذه الندوة الحوارية راح نتطرق على تفاصيل كيفية خروج هذه الثورة عن مطالب الشعب السوري، أيضا كيفية تدخل القوى المحلية والإقليمية والدولية بهذه الثورة. طبعا من المهم جدا التطرق على دور الشباب من كيفية الوصول للحل، كيفية وصول الثورة هاي توصل هذه الثورة إلى تحقيق مطالب الشعب السوري مهم جدا. ومهم جدا أنه نتكلم عن ما قبل انطلاقة الثورة، أسباب انطلاقة الثورة. أساساً الأزمة اللي نحن نتكلم عنها الأزمة السورية أو الثورة السورية أساساً الأزمة هي كانت قبل ثورة 15 آذار. الأزمة السورية كانت موجودة أثناء فترة حكم نظام البعث الشوفيني والدكتاتوري. الأزمة كانت موجودة قبل يعني مو مسألة الأزمة إنه صار عمرها 12 سنة. الأزمة كانت الأزمة الاقتصادية كانت موجودة. الأزمة الثقافية والتوعية السياسية كانت موجودة ما قبل الثورة السورية. التأثيرات اللي كانت علينا نحن كشعب سوري وكشباب سوري